بدنا مغتربين يصيفوا بلبنان، بتحب لبنان حب مغتربينه. صرخة وجهها عدد كبير من الناشطين اللبنانيين المغتربين والمتعطشين للعودة إلى بلدهم وقضاء أيام الصيف على شواطئه وبين أهلهم وأحبائهم. صرخة كانت بوجه غلاء أسعار تذاكر السفر عبر طيران الشرق الأوسط. دعم الشعب اللبناني المتعطش كمان لعودة المغتربين ومعهم الأمل بصيف مزدهر. على الخط مباشرة منسق تحرك الاغتراب اللبناني جورج يونس، صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يعني ليش الصرخة اليوم؟ انه كل عمرها تذاكر السفر يعني هيدي اسعارها، وطبعا عم بيقول كمان يعني بهالاطار مدير طيران الميدل ايست عم بيقول انه هيدي الاسعار بتتحكم فيها المواسم، فانتوا ليش اليوم وقتوا الصرخة؟ اول شيء بحيي الجميع وبشكر دعمكم للتحرك. اليوم اذا بدنا نحكي بصورة عامة، عندنا عدد كثير من المغتربين موجودين برات لبنان بكل دول العالم. الصرخة طلعت لما شخص اجى بده يحجز من شهر تقريبا على بيروت، واليوم انا بعثت لك الدوكيومنتس على لعندكم. اجى بده يحجز من شهر على بيروت وطلع سعر التيكت على عيد الميلاد $700 بالوقت اللي فينا ناخده من غير طيران ب $350. تكررت هيدي الشغله، رفعنا خطاب على السوشيال ميديا نحن للميدل ايست، ولسوء الحظ ما صار في تجاوب ورجعت تكررت هيدي الحاله بالوقت اللي مغتربيننا بالخليج. نحن بنعرف الوضع الاقليمي العام ووضع العمل شو عم بيصير. في كثير شباب، انا بتمنى في كثير شباب اليوم عم بتعاني بحكم وجودها هونيك، بحكم ضيق فرص العمل اللي موجوده، وبلس الضرائب الجديده او المستلزمات الجديده اللي عم تنفرض عليهم خلتهم يعانوا من جميع النواحي. فطلعت الصرخه اليوم لانه الشخص اللي بيحب يزور لبنان اكثر من مره بالسنه، حتى لو الشركه بتغطي له تيكت مره واحده بالسنه ما في مشكله، بس التيكت الثاني والتيكت الثالث هو بده يدفعه من جيبته. لما نحن بيقولوا لنا انه احجزوا قبل بوقت تاخذوا اسعار منافسه، نجي نحجز قبل ب7 اشهر وبيطلع التيكت على طيارتنا الوطنيه اللي نحن انا بحكي كمغترب عشت 20 سنه برات البلد، بنبقى ناطرين اللحظة اللي بنفوت فيها على المطار مطرح ما بنكون بالعالم تنشوف إشارة الميدل ايست، لأنه نحن هالقد بنحبها لهالشركة وهالقد بتعني لنا وهالقد بتوصلنا لوطننا قبل ما نطلع على الطيارة وقبل ما نوصل على مطار بيروت. بنتفاجئ نحن انه سعر التيكت حقه $700 بالوقت اللي فينا ناخده ب $350. عم بيقولوا لنا انه ما تستخدموا الطيران الوطني، استخدموا غير طيران، ونحن بدنا نستخدم الطيران الوطني من التزامنا من ثقافتنا اللي نحن تعودنا عليها بتعاوننا بالاغتراب بين بعض. نعم، بس اليوم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط استغرب حملتكم وشكك بدوافعها وتوقيتها، ونفى أنه تكون أسعار البطاقات الميدل إيست أضعاف بطاقات سفر باقي الطيران، وأنه هو ما بيقدر كشركة بظل هالمنافسة الشرسة أنه يرفع الأسعار. بالعكس، أنه أسعار البطاقات تختلف حسب أشهر وأيام السنة، وهو ما معروف عالميا. هذا كان في معرض الرد عليكم. مزبوط. اليوم نحن انا بتمنى على كل المؤيدين للطرح اللي نحن طارحينه يفوتوا على صفحتنا اللي هي فايت تو رايت، هيدي فلايت تو فايت، ويشوفوا حجم التفاعل. نحن صرنا 3 ايام فاطلقنا الصرخه الفعليه. نحن اطلقنا الصرخه بشكل ضيق جدا من حوالي شهر تقريبا، شهر ونص، ما حدا رد علينا. عملنا خطاب مفتوح لسيد محمد الحوت، كمان ما حدا رد علينا. قاموا الشباب تفاعلوا على السوشيال ميديا. حجم المشاركه اللي عم تجينا اذا حدا بيزور صفحتنا بيشوف انه في عنا مشاركه من فرنسا، من اوروبا. اجينا تيكت امبارح من المانيا، بالوقت اللي نحن اذا بنفتح الجرايد، انا ما بدي ادخل بجدال بزمطه معهم، اذا بنفتح الجرايد اللي موجوده بلبنان بنشوف العروض. لما انا في عرض موجود مع اقامه، مع فندق،
مع اكل مع بريكفاست مع كل شيء ب $350 وب $400، بالوقت اللي انا بدي اجي ساعتين طيران ادفع $700. ما بدي ادخل بالمنافسه اللي عم بيجربوا يحطونا فيها بالجدال البيزنطي. نحن اصحاب حق ونحن عندنا اغتراب كثير كبير، هالبلد قايم على الاغتراب، بدنا صرختنا توصل، بدنا نجي نحتفل نحن وياكم. نحن بحق لنا عم ندفع كثير ضريبه غاليه بحكم وجودنا برات لبنان، لانه بنآمن بهالبلد، لانه بنحب هالبلد، لانه نحن متشوقين لارزاقه. نعم. فبدنا تفهمهم مش اكثر من هيك. تفهمهم معلش يعني ومسيرة بالاسعار او انه تنزيل اسعار حسب ما عم بتقول، يعني التفهم. بس اليوم لوين بدكم توصلوا بحملتكم لانه انتهى الوقت؟ اليوم عم بتقول انه مش عم بيتجاوبوا وما عم بيرد عليكم، عم تطلقوا الصرخه لا من يسمع. انتوا رح تضلوا مكملين ولا عن جد انه رح تزهقوا تقولوا ما في شيء رح يتغير؟ هيدا سؤال اخير بس جواب سريع اذا سمحت جورج يونس، تفضل. بالواقع نحن حابين انه نجي نحتفل بالايجابيه اللي رح تبادلنا فيها شركه طيران الشرق الاوسط نحن وياهم على ارض المطار ببيروت. نعم. في كثير شباب نحن في جاي خلال بدها تيجي خلال فتره قصيره، فيهم الناس يفوتوا يشوفوا الفيديوهات والتفاعل والمشاركه بكل دول العالم، حتى من لبنان في عندنا تأييد كثير كبير. نعم. نحن بتمنى انه يتفهموا الوضع، نحن مكملين ما فينا نوقف لانه نعم. نحن كتار برا، نحن عددنا برا اكثر من بلبنان. نعم. هذا البلد لنا مثل غيرنا. شكرا لك منسق تحرك الاغتراب اللبناني جورج يونس، اهلا وسهلا فيك.